يعني ان انا بتعامل مع السياح وهم دايما يعني بيحطوني في قالب انت مصري يبقى انت حرامي، انت مصري يبقى انت نصاب. ايه يا جماعه عاملين ايه؟ ايه الدنيا؟ الساعه 7 الصبح. انا بقالي كتير فتره كبيره مش يعني ايه بصحى بالليل خالص، ويومي مقلوب جدا جدا جدا. ولكن بالصدفه كده يومي ظبط، فبقيت اصحى الصبح خالص مش بعمل اي حاجه، اذاكر شويه. اذاكر ايه؟ بذاكر صيني. كل يوم لازم تذاكر صيني حتى لو انت مستواك ايه، كل يوم لازم تذاكر صيني. دي حاجه يعني ما ينفعش انت ما تعملهاش. بعدين بنظبط الدنيا بعد المذاكره، بنذاكر تاريخ. كل يوم برضو لازم تذاكر تاريخ، مش انت عايز تبقى مرشد سياحي شاطر فلازم كل يوم تذاكر الهيستوري. بعدين بتذاكر لغة تالتة بقى، ما هو الصيني واقف، اللغة الصينية واقف، فانت لازم تذاكر لغة تالتة. طب هتعمل ايه؟ انا اخترت اللغة البرتغالية. ليه؟ حاسس ان هي اسهل من الاسباني شوية وقريبة من الاسباني، خصوصا ان انا اصلا بعرف اسباني، يعني مستوى الاول والمستوى التاني شوية. ماشي. ايه بقى اللي عايز اتكلم فيه النهارده؟ هو الاستيريوتايبنج. يعني ايه؟ يعني ان انا بتعامل مع السياح وهم دايما يعني بيحطوني في قالب انت مصري يبقى انت حرامي، انت مصري يبقى انت نصاب، انت مش عارف ايه يبقى انت كده. الموضوع ده والله العظيم ما تعرفوش بيضايقني ازاي، لان انا مش عايزك تعاملني على حسب انا منين او انا دولتي اسمها ايه، او في ناس عملوا حاجات وحشه ضايقتكم. فالحاجات دي انتوا خلاص بقى يبقى المصريين كلهم كده. السياح بيجوا بيتفشخوا، السياح بيجوا عندنا في مصر بيتفشخوا. فالموضوع ده والله العظيم بيضايق جدا. انا ساعات ببقى قاعد مثلا في وادي الملوك او في سوق الاقصر او في الاهرامات، في الاماكن السياحيه، بشوفهم بيجروا ورا الناس. طب انت بتعمل كده يا عم، هيرجع يعمل لنا، هيرزعنا فلوج على اليوتيوب. ما تجيش مصر. Egypt is the scam capital of the world. خلاص ماشي، احنا بقينا اكتر دولة حرامية في البلد. فانا بصراحة مش عارف اعمل ايه في الموضوع ده. ازاي اخلي الشخص الاجنبي ده لما يعرف بلدي او لما يعرف انا منين ما يعاملنيش على اساس البلد اللي انا فيها، او ما يعاملنيش كاني نصاب. انا يا عم والله العظيم ما هنصب عليك، انا مش بتاع كده، بس هي بتمشي كده، هنعمل ايه يعني؟ هو انت بتحارب مثلا انت لوحدك، رايك مش مهم، لان في كتير عكس رايك وماشيين عكس رايك، ويعني الموضوع صعب جدا يا جماعه والله لو تتخيلوه. كل ما تتعرف على صيني ولا على حد اجنبي يبقى شاكك فيك، فانت هتتكلموا ازاي؟ هتتكلموا في ايه اصلا؟ ما هو على طول شاكك فيك، شاكك ان انت هتهبشه في فلوس، هتنصب عليه. الموضوع بيضايق والله، والله بيضايق جدا. اللي عنده اي حالات او حاجات حصلت زي كده، حصلت معاه مواقف، يقولها برضه. بس ده كان الفلوج، او مش فلوج، الفضفضه بتاعت النهارده. انا كنت عايز افضفض معاكم في الموضوع ده، وبالمره اجرب المايك اللي انا لسه جايبه ده.